قريتوا الاسم دلوقتي ومش فاهمين يعني ايه البصل المقور. تعالى اقول لكم ازاي نزرع البصل في البيت بطريقه زراعه البصل المقور. الطريقه دي طريقه من طرق زراعه البصل، عشان ما نهدرش الجزء كبير من البصلايه او نحط البصلايه كامله نزرعها عشان تطلع لنا بصل اخضر او تطلع لنا انتاج بصل. يعني هنجيب البصلايه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هنقشرها ونقطع من بعد الجذور ب1 سنتي زي ما انتم شايفين كده، سنتي من بعد الجذور زي ما قلت لكم. وهنقطع معانا، اهم حاجه ان احنا نحافظ على الجذور بتاعتنا عشان هي دي الاساس عندنا. انا قطعت كل الكميه اللي انا مثلا هزرعها. كل بصلايه باجي اعملها باجي اطبخها يعني او استخدمها، باخد الجزء اللي من تحت ده اللي فيه الجذور واحطه في طبق فيه ميه بالظبط 3 ايام، هيبدا يطلع الجذور البيضه بتاعته دي زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم ان هو كمان ممكن يطلع البراعم بتاعته كده. بعد ما نقلته في التربه انا بنقله في التربه، بحط التربه بتاعتي عندي، ممكن تزرعها في الكوبايات، كوبايات ورق، اي طبق فيه تربه، سواء تربه بيت نص او تربه طينيه زراعيه من ارض زراعيه عادي جدا. بغطي الجذور من تحت وبسيب الجزء المسطح بتاع البصلايه اللي فوق، عشان هو ده اللي هيطلع لي، هيطلع منه البراعم اللي هي هتعمل بعد كده البصل الاخضر والورق الاخضر اللي انتم شايفينه. العمليه دي كلها لغايه ما يوصل للمرحله دي هتاخد حوالي 10 ايام، وهنفضل طول السنه ناكل بصل اخضر. كل ما يكبر هنقص منه وهيطلع تاني. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو.